وعقب الفوز أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن المباراة كما توقعها سابقا لم تكن سهلة على لاعبيه، مبينا أن فريق الجزيرة يملك لاعبين متميزين أمثال البرازيلي رومارينيو والمغربي مبارك بوصوفا، مضيفا أنه غير قلق على طريقة لعب فريقه رغم إهداره العديد من الفرص. استقبلنا هدف عندما تستقبل هدف من هجمة مرتدة بالتأكيد يعقد عليك الأمور بعض الشيء، ولكننا نجحنا في الشوط الثاني في تعديل النتيجة. وكما قلت نحن كنا نعرف أننا سنخوض مباراة صعبة، نعرف أنهم يلعبون مباراة بالنسبة لهم ربما تكون مباراة تاريخية، يلعبون بكل أسلحتهم بالتأكيد. لعب 32 ورقم 10 و7 لعبوا جيدا في هذه المباراة. كان لدينا العديد من الفرص، كريم وكريستيانو كل اللاعبين كان لديهم فرص سانحة للتهديف، كان لدينا العديد من الفرص. لا، أنا لا أشعر بأي قلق، لا يمكن أن نشعر بقلق، ولكن بالتأكيد نحن نحاول أن نلعب جيدا، لأن أي منافس يمكن أن يسجل في أي لحظة، وكل منافس لديه أسلحته. أي كرة، أي هجمة مرتدة من الممكن أن تسبب لنا ضررا كبيرا، ولكن بالتأكيد بصبر نجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية، والآن علينا أن نستريح ونتعافى ونستعد